يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ خالد حسن. سنعاود الاتصال به مرة أخرى. أعيد وأذكر حضراتكم بالانفجار الذي حدث منذ قليل، حيث أفادت مصادر أمنية لبنانية وشهود عيان أن المئات من أعضاء حزب الله في لبنان أصيبوا بصورة بالغة بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي البيجر كانوا يحملونها في جنوب بيروت. عاد إلينا مرة أخرى على الهاتف الأستاذ خالد حسن، رئيس تحرير عالم رقمي. أستاذ خالد، مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. أستاذ خالد، حضرتك تابعت طبعا معنا هذا الانفجار الذي حدث منذ قليل في عدة مناطق في لبنان، وأدى إلى أكثر من 100 إصابة بين المواطنين اللبنانيين وخاصة أعضاء من حزب الله. أيضا أصيب في هذا الانفجار السفير الإيراني في بيروت. هذا الانفجار الذي حدث في أجهزة الاتصال البيجر، وهي من أحدث الطرازات التي جلبتها حزب الله مؤخرا في الفترة الماضية، تعليق حضرتك؟ طبعا في الحقيقة احنا طبعا لازم نعرف الأول ايه هو جهاز البيجر. نعم. جهاز البيجر هو عبارة عن جهاز اتصال لاسلكي صغير طبعا في الحجم، تم تطويره في ستينات القرن الماضي، وكان بيستخدم في اعمال الاتصالات الطارئه او في الناس اللي بيبقى فيها مناوب بينهم زي الاطباء او حاجات زي كده، عشان سهوله الاتصال وفي الاماكن اللي ما يكونش فيها شبكه. لان هو بيعتمد على اشارات رقميه وترددات لاسلكيه بحيث ان هو يسمح بالتواصل بس مجرد ان الشخص يعرف ان في حد عايزه او يعرف ان في حاجه طريقه محتاجها. فده الاول بس تعريف جهاز البيجر. جهاز البيجر ده يعني طبعا يعني مع ظهر التليفون المحمول يعني ما بقاش استخدامه، ما بقاش يستخدم على مستوى العالم بشكل كبير، لان التليفون المحمول بيوفر اتصالات لاسلكيه ومرئيه اكثر بكثير، فخدماته بقت اعلى. نعم. فبدا استخدامه يقل جدا، لكن طبعا تحديدا باذن حزب الله طبعا احنا عارفين ان اسرائيل متقدمه جدا في مجال الامن المعلومات والتجسس الالكتروني، وهم طبعا يعني عندهم كفاءات وقواعد البشريه في مجال التجسس على الامن الاتصالات نفسه. فطبعا حزب الله لجأ للاعتماد على اجهزه البيجر بما انها بتكون اقل فرصه ان هي يحصل عليها تجسس او كده من الجانب الاسرائيلي. وزي ما حضرتك اشرت قلت ان هو فعلا اعتمد على شحنه جايه من تايوان مؤخرا، مجموعه من الاجهزه، ولكن طبعا المتعارف عليه عند استخدام اي جهاز الكتروني ان لازم يخضع عمليه تجربه ما لا يقل عن 3-4 اشهر عشان يتاكد اللي بيستخدمه، خاصه لما يكون حزب مستهدف زي حزب الله او جهه امنيه مستهدفه، لازم يتم تجربته لمده على الاقل من 3-6 اشهر عشان الجهاز يتاكد ان ما فيش عمليه تجسس او ما فيش عمليه زرع شريحه الكترونيه تسمح بالتجسس على اعضاء الناس اللي بتستخدم الجهاز دوت، بما انه جهاز الكتروني. وانت عارف حضرتك ان هو الاجهزه الالكترونيه ما اسهل ان انت يعني تحط فيها شريحه صغيره وغير مرئيه طبعا، بحيث ان هو ممكن كل يعني تفاصيل معاملاتك او مكالماتك توصل للجهه اللي هي عايز تتجسس عليها. طبعا عمليه الاختراق النهارده بتقول ان طبعا الجانب الاسرائيلي ما اعلنش لغايه دلوقتي مسؤوليته عن الحادث، ولكن طبعا يعني الشواهد بتقول ان هو المستفيد الاول والاخير من يعني فقدان عمليه الاتصال او امن الاتصالات بالنسبه لحزب الله. يعني بالفعل احدى القناه الثانيه عشره الاسرائيليه ذكرت منذ قليل ان مستشار بارز لنتنياهو المح ان اسرائيل هي من تقف وراء هذا الانفجار الخاص باجهزه الاتصال البيجر في لبنان. حتى لو كان طبعا هو لو حتى هم ما اعلنوش، هو طبعا شيء بالمنطق ان هو مين هيبقى صاحب المصلحه الاساسيه، خاصه ان احنا عارفين ان طبعا ان في حرب دايره بقى لها اكثر يعني 11 شهر او دخلنا على السنه بين الطرفين طبعا. فيعني هو المستفيد الاول والاخير هو يقدروا مصلحتها ان هي تفقد حزب الله او عناصر حزب الله وسيله اتصال كانوا بيعتمدوا عليها. طبعا احنا عارفين ان حزب الله اصلا استغنى عن استخدام التليفون المحمول من اكثر من سنتين، ما بيستخدموش اجهزه التليفون المحمول لان هو طبعا شبكه ممكن تكون مخترقه يعني في الاساس من الجانب الاسرائيلي، فبيعتمدوا على مجموعه من الاتصالات، سواء الاتصالات المباشره بين الافراد او اتصالات من خلال جهاز البيجر، او ان هو كان اتصالات مشفره ممكن تكون عن طريق بعض التطبيقات اللي بيستخدمها افراد حزب الله.
نعم أستاذ لكن خالد، يعني هذا الجهاز الصغير الذي حضرتك ذكرته، وكلنا نعرف جهاز البيجر، يعني هذا الجهاز الانفجار من الممكن بعد الانفجار أن يؤدي إلى هذه الإصابات البالغة. هو طبعا حضرتك انت عارفه ان هو طبعا في بطاريه الليثيوم ماده يعني شديد الاشتعال، فدي بتعتمد بقى على مدى قرب الجهاز للشخص. يعني لو الشخص مثلا بيستخدم الجهاز وحطه قدام وشه او بيقراه او حاجات زي كده، ممكن طبعا يسبب فروقات على مستوى الوجه ويسبب اصابات بالغه. لو حطه مثلا في مستوى البطن وكده ممكن برضه يسبب فروق، لكن مش طبعا هو مش هتسبب عمليه قتل يعني في النهايه مش هيبقى هو مش الهدف منها ان هو يدي الهدف من عمليه تجسس زيت او الاختراق الالكتروني، مش هدفها قتل افراد حزب الله، ولكن هدفها ان هو القضاء على وسيله اتصال مهمه جدا بين اعضاء الحزب وبين قياداتهم. فلكن الاصابات يعني مش ما اعتقدش ان هي تكون اصابات بالغه جدا ولا تؤدي لوفاه من الافراد، حتى لو زي ما بيقال ان تقريبا 1000 مصاب لغايه دلوقتي. ولكن الاصابات اعتقد ان هي تتجاوز فروقات بين مستويات مختلفه من الفروقات، المستوى الثاني او الثالث او الرابع حسب قرب الجهاز المستخدمين. طبعا في بعض المستخدمين برضه يبقى عندهم فكره ان هو لما الجهاز يسخن قوي، ان هو طبعا عشان يحصل عمليه اختراق لازم ان هو يسخن البطاريه دي ويعمل لها عمليه اشغال غير عادي، يعني زي ما بيقول كده حضرتك بيخليها ان هي توصل لحاله